منطقة شمال الشرق يمثل فيها المكون العربي أكثر من 70%، وقصد لا تمثل كل المكون الكردي حتى نقول أن يعني هذا صوت المنطقة هناك. ف والمكون الكردي متناثر في منطقة واسعة، منطقة عربية، فلا يشابه مثلا شمال العراق مثل كردستان العراق. اتفقنا على بعض الخصوصيات للمناطق الكردية. اتفقنا على بعض الخصوصيات للمناطق الكردية. اتفقنا على بعض الخصوصيات للمناطق الكردية. للمناطق الكردية. طبعا التكرار يعلم الشطار. ما بقول انه لا، ولكن بيخلي الحمار يتحمرن بزيادة التكرار. وأبو محمد الجولاني أو أبو المقص الجولاني وفخامة رئيس جمهورية المقص الأموية السنية الطائفية السوركية، سموها ما شئتم، تنطبق عليها كل هذه الأوصاف. أبو محمد الجولاني يكرر مش بس هو ونظامه. يعني هو عبارة عن ببغاء جرى تلقينه إنه والله الكرد في سوريا شو نسبتهم في سوريا، شو نسبتهم في المناطق الشرقية. يعني طبعا الجولاني بيحكي عن الثورة الفرنسية، وبيحكي عن التاريخ الأوروبي وتاريخ شو بيعرف عن الثورة الفرنسية. كل هذا تلقين، كل هذا الكلام الذي يتفوه به شروي غروي تلقين، وتلقين يعني مجعلك، مش تلقين شغل الذكاء الاصطناعي حتى، يعني الغباء الاصطناعي. هذا التلقين اللي يكرر في إعلام الجولاني على أنه العرب هن الأغلبية في مناطق الجزيرة وكذا، تكرار تكرار تكرار. وسندهم في ذلك، مرجعيتهم في ذلك كما نرجع لمهند القاطع ولأمثال مهند القاطع. طبعا ما بيغلبوا حالا وبيروحوا يفوتوا على الأرشيف العثماني 100 سنة 200 سنة لحتى يعرفوا طبيعة ال 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 الطبيعة الاجتماعية، الطبيعة الديموغرافية، توزع ديموغرافي للكرد والعرب في تلك المناطق حتى قبل 200 سنة. ما نقول يعني أبعد، ما نروح، لأنه إذا كل ما رحنا أبعد العرب راح يقلوا. نسبة مهند القاطع والجولاني والبدو راح يقلوا. ما نروح أبعد، نخلينا بال200 سنة الأخيرة يعني. فهالكلام يعني كلام غبي ومشوه وباطل ومضلل، لكن من فرط التكرار بالتقادم راح يصير حقيقة، وراح يصير حقيقة مثل ما الأوروبيين بيكرروا مثلا، يعني عم بقول مثلا إنه هن السكان الأصليين والهنود الحمر عبارة عن مهاجرين ومن القصص هي كلياتها، فبتصير السردية الأمريكية مرتكزة على هذه الأكذوبة والخرافة، وإنه الاحتلال الإنجليزي والإسباني والبرتغالي هم الأصلاء في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، والقبائل والسكان الأصليين هن اللاجئين وهن المهاجرين من هالقصص هي كلياتها. أما نروح 200 سنة نموذج يعني صغير، مرجع صغير إذا بتحبوا ترجعوا، إنه مثلا الأرشيف العثماني مليء أكثر من ملايين الوثائق فيما يتعلق بقدم وغلبة الوجود الكردي في هذه المنطقة، عدا عن تسمية كردستان، عدا عن ولاية كردستان اللي من ضمن دير الزور والرقة ضمن ولاية كردستان طبقا للأرشيف العثماني. روحوا واجهوا الأرشيف العثماني، لا تواجهوني، واجهوا الأرشيف العثماني بهالحقائق التاريخية إذا أنتم تحكوا بالتاريخ أو بتفهموا بالتاريخ.
مثل ما قُلت إنه هذا مرجع بسيط يعني مش من تأليفي أنا يعني، يشير إلى غلبة الوجود الكردي في المناطق التي يذكرها ال المرجع بالاسم، تفاصيل المساحة الجغرافية التي من ضمنها منطقة شرق الفرات. وعليه يعني هالخرافة التي يكررونها، هالأكذوبة إنه العرب هن الأغلبية والأكراد شو أقلية وكذا. لك يا غبي، الأرشيف البريطاني بيقول إنه الكرد في دمشق كانوا 20%. وأنا سبق وذكرت يعني للكرد قلعة في دمشق، هي قلعة صلاح الدين الأيوبي. للكرد حصن في حمص. للكرد جبل اسمه جبل الكرد، جبل الأكراد في الساحل السوري. وحلب حدث ولا حرج. ف يعني للكرد وجود في فلسطين، للكرد وجود في الأردن، للكرد وجود في مصر، وجود مؤثر وفاعل ومهم واستراتيجي وقوي في دمشق. بدك تيجي تنفي الوجود الكردي اللي على تماس مع كردستان. تركيا مجنون يحكي وعاقل يسمع. يعني انت شو جاي عم تحكي؟ شو جاي عم تخبص؟ لكن مع ذلك يعني بيكرروا الخرافة والأكذوبة. طبعا هاي الأكذوبة والخرافة للعرب الذين جرى استقدامهم مستفيدين من الأكذوبة، وراح يدافعوا عنها بالسمات سواء كانوا غمر أو غير غمر. وجودهم في المنطقة عمره 50 سنة، عمره 100 سنة، 200 سنة. قبل 200 سنة ما بتلاقي لهم وجود، ما بتلاقي لهم وجود في هاي المناطق. لكن بيكرروا هاي المعلومات لأنه مستفيدين. يطلع لك إبراهيم الجبين ابن موظف صحيح ومواليد القامشلي، بس هل والده وجده مواليد القامشلي مواليد المنطقة؟ طبعا لا، قطعا لا، يقينا لا. فبيجي بيكرر هالمسائل هي كلها لأنه هو يعني بيحاول يحافظ على هل طمأنينة الخرافة والأكذوبة هي فيما يتعلق بالتوزيع الديموغرافي الكردي والعربي في مناطق شرق الفرات. لكن المهم زلة اللسان الجولاني بيقول والله ال العرب 70%. طبعا الكلام المحتوى اللي قاله في مقابلته مع الأخبارية كرره في حواره أو لقائه مع بترايوس. يعني نفس القصة، نفس الأسطوانة كررها، ما عنده غيرها، ما عنده غيرها يعني كررها. ولكن زلة اللسان التي سقط فيها في لقائه مع الأخبارية لم يسقط فيها في واشنطن. مسألة أنه المناطق الكردية شلون يعني منطقة أكثر من 70% عرب، وهي في نفس الوقت المناطق الكردية. يعني يعطيهم يعني خصوصية للمناطق الكردية. ما تنسوا وسجلوا هذه زلة اللسان، لأنه هي الحقيقة الوحيدة التي قالها الجولاني منذ وصوله إلى دمشق بوصفه رئيسا انتقاليا، اللي فرض نفسه رئيس انتقالي مؤقت، وحتى مغادرته لهذه السلطة يعني بعونه تعالى. ولن يبقى آبد. لم تدم للنبي، لم تدم لأباطرة وسلاطين وملوك حتى تدوم لأبو محمد أبو مقص الجولاني. مين الجولاني حتى يبقى آبدا؟ يا حافظ الأسد وبشار الأسد إلى الأبد راحوا، انقلعوا. أبو مقص الجولاني راح يأبد. يعني هذه هي الحقيقة الوحيدة التي قالها الجولاني في كل تصريحاته، في كل خطاباته، على امتداد هذه الأشهر الماضية، وربما على امتداد الأشهر والسنوات القادمة. لأننا جهزوا أنفسكم أيها السوريون والسوريات إلى المزيد
جهزوا أنفسكم للمزيد من الأكاذيب والأباطيل والخرافات والدجل اللي راح ينضح به أبو مقص الجولاني وأوانيه الإعلامية. أكتفي بهذا القدر، دمتم بألف خير.